وحاوي آخر الزمن أيان جوجنا مركا بين عليال بدن إنه يصبحان وحاوي علامة كمتاه وحاون وحلا ليا بقى من صوماليا أو حتى على شيء الديني هان إنه أخر ربيه التزام ديني وفي عن إنه صن لهين أو شيء أنا يبى صلاة إن لقى كوريالي وصن تكني نبأ نما أن تكني نسيد الله راعي هرت زويدين نما أن تكني إنه فاجرة عد كستو مسؤولة عد كستو ديجان كاسة وحاكو واجبة إني فليان تلاق قرآن كإيقاتين إني فليان وإن عدالة الهرجيو أنا كنا جرب أقول هاي وإنه ويرادا عديا موقف كيسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبيين من هذا الصورة الشيطانية إنه من كان أوجد كان نبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركز ذاك مسلمين وأوجد دجينا بقولك وحن أوجد دجينا إن أي أودك هذا أيام أقاويش زائفة تاريخ واسغالي طبنكا بش السجالات لبكون تدوي طبنكا وكو أذن سجاد لواتنكا بش ذي الحجة كنا أفر بقول صدن سجاد هجرية ورمضة وحي المدة للسعودين وركا لحريرة نينك اللي يرى عبد الولي شيخ علي علميرة وجوا قال كعيو وحنا كسو قاره هي علماء هذا الله خطر قفنا كوا دينta islaamka oo ay kamid ahayd in laga kor yeelay aysan waajib ku ahayn salaadaha iyo ahkaamta diinta islaamka haddana wuxuu ku daray inuu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yiraahdo bilow sheekh Hussein una leeyahay ninkani waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam una soo bandhigay ayadoo sawirkaas lagu salinayo lana barakaysanay haddaba culimadu baaritaan iyo iswaraysi kadib waxay soo saarayaan bayaankan kow culimadu waxay cadeynayaan in uu ninkaas Cabdiwali diinta ka baxay waayo wuxuu nabinimadiisii siiyay qof aan ahayn nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed oo ku dhashay Makka kuna aasan Madiina قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا لبو وحي كلا علماء عدينيان إن عبد الولي وميلك قرعي حرمتي يشرفتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي حليه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى والذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدح وحي حرمه سو جيدينيان وسو جيدينيان نينك اللي يراه بلو شيخ حسين oo ah ninka sawirka iska leh
inuu si buuxda u caddeeyo mowqifkiisa iyo xiriirka kala dhexeeya cabdiweli sheekh cali cilmiyare iyo dhammaan macluumaadka la xiriira mowduucan asaga ah. 4 waxaan u mahadcelinaynaa maamul goboleedka galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah waanu ku bogaadinaynaa